السلام عليكم أخواتي، نتمنى تكونوا بألف خير يا رب العالمين وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في وصفات صحية وراقية كويزين أمل. اليوم حنحضر معكم الكباب الجزائري، يعني معروف في الجزائر. كل وحدة كيفاه تحضر الكباب تاعها، يعني على طريقتها. أنا حنديره لكم على طريقتي وإن شاء الله يعجبكم. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. المقادير اللي هي دجاج، يعني معروف الكباب الجزائري بالدجاج. البصل 2 حبات هذوك طوال، بصل الطويل هذاك تاع الورق، قرفة وفلفل الكحل ومعدنوس مقطع بهذه الطريقة، والزيت طبعا. وانا درت الجلبانة، ما حبيتش ندير الحميصة. انتي لك الاختيار، هو الكباب الجزائري معروف يعني يجي بالحميصه، وانا درتو اليوم بالجلبانه. كيما حبيتي انتي ديريه، واش عندك ديري به. هذه هي. نحطوا الزيت في الطنجره تاعنا، من بعد نحطوا البصل تاعنا. قلت لكم الكميه هي هنا 2 حبات متوسطه، يعني النوعيه تاع الريش هذاك، ماشي تاع الحب تاع الورق. نحطوا قليل من الملح والمعدنوس، حطي كمية معتبرة تاع المعدنوس باش يجيك بنين. نحطو قليل من الفلفل الكحل، انا فلفل الكحل مخلط مع القزبر كيما عودتكم. هنا شوية قرفة. نحطو الدجاج تاعنا حسب يعني حسب واش عندك في المنزل. الكباب الجزائري لازم يكون الدجاج، ما تكونش معروف الكباب الجزائري بالدجاج ماشي باللحم. الملح كنت ذكرته، تحسب لي حطيته ذكرته مع الاول. الملح حسب الكميه اللي درتي فيها المرق تاعك، اللي حديري فيها المرق والدجاج تاعك. نخلوه يتقلى بيان، يتقلى تماما، يعني باش تجيك الماكله بنينه. خليها تقلى لك بيان. من بعد نقول لكم واش نزيدو نديرو. راكو تشوفوا بعد ما تقلى لنا نحطو غير قليل من الماء باش يزيد يذوب بيان هذاك البصل، قليل فقط. دوكا هدايا نخليه يتقلى بيان، يزيد هذاك البصل يذوب لنا تماما مع المعدنوس باش ما يقعدولناش هذوك الشرائح تاع البصل. دوكا هكا نزيد نخليه ينشف بيان، يعني نقلب الدجاج تاعي كل مره باش تدخل لنا المرق هدايا باش يجينا بنين، يعني باش لي زيبيس هذوك اللي من تحت يدخلوا في الدجاج تاعنا. قلبيه مره على مره هذاك الدجاج حتى ينشف تماما الماء، ومن بعد مرقي ديراكتومون. تحطي الجلبانه تاعك ومرقي ديراكتومون. هذه هي الطريقه تاعي. نروحو دوكا نغسلو البطاطا تاعنا، نشوفوا الكميه اللي ناخذوها. البيض عندنا هنايا، البيض اللي حنديرو فوق الكباب تاعي. اختار الكباب هذا حنديروه في الكوشه. وعندنا الجلبانه، هذه هي المرحله الثانيه. والمعدنوس نحو هذوك الاغصان، ندير غير الاوراق، خاطر حندير هاد الاوراق مع البيض. كي نجي نحط نديرو في الكوشه نحطو مع البيض، يعني نقطعو شرائح صغيره ونحطو مع البيض. نروحو دوكا للبطاطا نقشروها. يعني طبق الكباب هذا سهل ويجي بنين، يحبوه يعني الاطفال، خاصه الاطفال يحبوا الكباب. وهو طبق سهل، يعني خاصه في الشتاء تحبي دايما ديري حاجه سهله.
دوكا بعد ما قطعتها نحطوها هكا في الماء باش ما يتبدلش اللون تاعها. حبيتي قطعيها شرائح طويله ولا شرائح دائريه هكذايا كيما راني نقطعها، يعني من الافضل ديريها هكا تجي المنظر تاعها، يعني يجي المنظر راقي. نكمل انا نقطع البطاطا تاعي كاع بهذه الكيفيه. كنت تشوفوا السمك تاعها ما يجي رقيق ما يجي خشين. بعد ما كملتها نزيد نروح للمعدنوس تاعي ونقطعه باش نوجدوا كي طيب لنا المرق نحطو مع البيض. يعني تبعوني الاخير وانتم تعرفوا. بعد ما نشف لنا وتقلب بيان، يعني تشوفيه بلي تماما دابلك هذاك البصل، انتي دوكا تحطي الجلبانه تاعك وتحطي الماء حسب افراد الاسره. يعني المرق ديري حسب افراد الاسره، حسب البطاطا اللي درتيها. ما ديريش الكباب ما يحبش بزاف الماء. قسمي يزيد يطيب لك الدجاج تاعك وطيب الجلبانه وطفي عليه. وهذا المرق حنعاودو نحطوه يطيب لنا في الفرن في الكوشه. نخلوه يغلي تماما، يطيب لنا الجلبانه نطفو عليه كما قلت لكم. نروحوا نكملوا الباقيه. نروحوا نقلوا البطاطا تاعنا، نسخنوا الزيت بيان باش تعطينا غير هذيك التحميره من الفوق. قسمه تحمر نحوها نختاروها بيان من الزيت، نحطوها بجانب. من بعد نقول لكم كيفاش تكملوا الطريقه تاع الكباب. ماذا بيا الاخوات اللي شافت قناتي لاول مره تشترك في القناه باش تدعم لي القناه. وما تنساوش جام، يعني كاين اللي يروحوا يشوفوا الفيديو ينساو، يعني ما يديروليش جام واشتراك. ماذا بيا الاخوات ما تنساونيش، لانكم راكم تساعدوني باش تبان قناتي للجميع وتساعدوني باش نواصل معاكم ان شاء الله يا رب العالمين. هنا انا مع الاخير واش درت في المرق كي غلالي وطابت الجلبانه، نضيف قليل من القرفه وقليل من فلفل الكحل نرشو تعطيكم يعني واحد البنه فيه يجي ما شاء الله. هذه هي ونطفي عليه. من بعد نجيب طبق اللي حندير فيه المول اللي حندير فيه الكباب تاعي. نوجدوا البيض تاعنا حاولي ربع حبات انا درت، وانتي حسب واش حبيتي ديري 5، حبيتي ديري قل. المهم هذاك البيض يعطيه بنه في الكباب تاعنا. هذا البيض واش نزيد له هنايا قليل من الملح، وما تكتريش الملح لخاطر الكباب ديجا ديري البطاطا في ديريها شويه ملح، يعني كل حاجه نقصي لها شويه. عندنا هنا الاوراق هكا برك ندير الاوراق تاع المعدنوس ونخلطهم مع بعضهم. هذا هو الكباب الجزائري. نستفوا البطاطا تاعنا بعد ما قطرت بيها من الزيت بهذه الكيفيه. تقدري ديري تاني فرماج فوندي هكا قطع شرائح هكا من فوق تاني يجيك بزاف بنين. تقدري تاني تقطع، يعني هو الكباب ما نقدروش نعطيكم انا الوصفه تاع الكباب، من بعد نزيدوا وصفات اخرى. هذه هي الوصفه تاعو. نستفوا البطاطا تاعنا في المول تاعنا اللي حسب الافراد الاسره، يعني خذي المول اللي حسب الكميه تاع البطاطا تاعك. نحطوا هكا المرق تاعنا فوق البطاطا.
انا نحطو كاع المرق لاخطر في الكوشه ينشف مع البيض باش يقعد لنا هذاك شويه المرق ما يجيناش ناشف. كشغل درتي لي فريت اومليت يعني لازم يقعد هذاك المرق شويه باش يعطينا هذيك البنه تاع الكباب تاع زمان. نختار لو كان ما ديريش المرق تاني وينشف لك يجي تقوني لي فريت اومليت، يعني تجي تكون درتي بطاطا بالبيض. الاحسن تخلي المرق يجي شويه فيه قيس ما ينشف لك البيض انت تطفي على الطبق تاعك. هذه هي الطريقه. هذا المعدنوس يعطي الكباب بنه، يعني يزيد له واحد البنه في الكباب، يعني تجي الريحه تاعو تاع زمان. جربيها على هذه الطريقه اكيد حيعجبك. دخلي برك هكا قليل باش يدخلك في الوسط فقط. تكوني سخنتي الفوغ تاعك على درجة يعني مرتفعة من الأحسن، تسخنيه من قبل باش ينشف لك بيان البيض تاعك ويقعد لك فيه المرق. يعني لازم تخلي شويه مرق. ست في الدجاج هكا من الفوق باش يحمر لك، يعطيك تحميره هذيك شابه من الفوق. وهذا هو الكباب الجزائري تاعنا على طريقتي انا. ويعني نفس الطريقه تقريبا نصهم يديروا نفس الطريقه، يعني عندنا نفس الطريقه تاع الكباب الجزائري. يختلف غير في الجلبانه والحميصه، او كاين اللي يديروه في طنيجره برك ما يديروش في الكوشه، يعني كل واحد كيفاش يديروا. هذا هو بعد ما نشف لي لازم يقعد لك شويه فيه المرقه. وما تنسونيش بجام من فضلكم الاخوات. هذا هو الكباب الجزائري، نتمنى انه يكون نال الاعجاب تاعكم. شوفوا دوكا يقعد شويه بالمرق، وهذاك البيض يعطي له واحد البنه مع المعدنوس. الحق جا بزاف بنين، ماذا بيا تجربوه على طريقتي. وقلت لكم لازم تخلوه شويه بالمرق باش يعطيكم هذيك البنه تاع الكباب. البيض يكون نشف تماما ويقعد لكم شويه مرق كما كنتوا تشوفوه. يعني الحق جا بزاف بنين. اتمنى انكم تجربوه على طريقتي. ودايما كما قلت لكم اللي حبت حاجه او تفسير تكتب لي غير في التعليق الاخوات وانا نجاوب عليها بكل اخلاص. واللي شافت قناتي لاول مره الاخوات ماذا بكم تشتركوا في القناه.